لوسي وبن عايشين حياتهم عادي لحد ما بدأت حاجات غريبة تحصل في البيت. أصوات، انعكاسات غريبة وحاجات مش مفهومة بتطارد لوسي. كل ما تحاول تتجاهل الخطر بيقرب أكتر. مين الراجل اللي لابس طاقية؟ وإيه اللي مستنيها لو سابته يدخل؟ رحلة مرعبة لحدود العقل والواقع. مستعدين؟ في أول القصة بيرن المنبه في أوضة لوسي وبن. بن طفى المنبه ولف ناحية لوسي، مش عايز يقوم بس مفيش قدامه حل غير انه يقوم ويجهز علشان شغله. لوسي فضلت في البيت لوحدها شغالة على رسالتها، لكن فجأة سمعت صوت حفيف جاي من الأوضة التانية. قلبها دق بسرعة، قامت تشوف فيه ايه. لقت برواز صورة واقع على الأرض، أخدته في ايديها ولما بصت للصورة عينيها اتجمدت. في انعكاس الإزاز شافت راجل لابس طاقية. بن رجع البيت، حكت له عن اللي شافته لكنه ضحك وقال لها مفيش حاجة. حاولت تتجاهل الموضوع وسألته عن يومه. قال لها وهو متضايق ان العميل اللي كان المفروض يشتري منه تراجع فجأة وضيع وقته على الفاضي. حاولت تهديه وبسته وقرر ياخد دش ويخش ينام. اليوم اللي بعده لوسي كملت يومها عادي وكلمت صاحبتها إيلي. كانوا بيتفقوا يتقابلوا وفجأة سمعت صوت غريب بره البيت. خرجت بسرعة تبص، لقت غراب خبط في الشباك بقوة. الدم سايح على الإزاز وجسمه واقع ميت. بالليل سألت بين عن يومه لكنه رد بعصبية وقال لها انه كان يوم وحش جدا. حاولت تهدي الموقف بس فجأة سألت انت عارف مين كان ساكن في البيت ده قبلنا؟ بن اتفاجئ وقال انه مش عارف. سألته كمان لو السمسار قال له اي حاجة غريبة عن البيت. رد بسخرية انت بتهزري صح؟ البيت مش مسكون ولا حاجة وكفاية افكار غريبة، وسابها ومشى. اليوم اللي بعده لوسي صحيت لقت في ورد جنبها. بن بيحاول يصالحها، قررت تبعت له صورة ليها وهي مبتسمة لكنه رد بسؤال غريب. مين الراجل اللي واقف وراكي في الصورة؟ قلبها وقع في رجليها، بصت في الصورة تاني. راجل بنفس الطاقية اللي شافته قبل كده واقف بره البيت. جرت ناحية الشباك لكن مفيش حد هناك. حكت لإيلي عن اللي حصل لكن إيلي افتكرت ان دي مجرد تهيؤات، بس لوسي كانت متأكدة. هي كانت لوحدها تماما لما صورت الصورة. رجعت البيت لقت بن مجهز عشاء رومانسي علشان يصالحها على اللي حصل. وافقت انها تنسى اللي فات، وبعد العشاء قرروا يرقصوا مع بعض. الجو كان هادي ودافي، لكن فجأة وهي رايحة تجيب كاس مشروب شافت كل الخزائن مفتوحة لوحدها. الكاس وقع من ايديها واتكسر. بن جرى على صوت الكسر لكنه اتضايق وقال لها انها بتبالغ وبتخرب كل حاجة. الليلة دي ناموا منفصلين لأول مرة، لكن الساعة 3 الفجر لوسي صحت تشرب مية وفجأة التكييف نزل حرارته لوحده. الجو بقى متجمد، وقبل ما تفهم ايه اللي بيحصل شافته تاني. الراجل اللي لابس الطاقية واقف عند باب الأوضة وبصلها مباشرة. صرخت. بن جرى عليها لكنها لما قالت له اللي شافته زعق لها وقال لها انها بتتخيل. دموعها نزلت، حست ان الشخص الوحيد اللي بتحبه مش مصدقها. في الاخر راحت للدكتور علشان تتأكد انها كويسة. الدكتور قال لها ان مفيش اي حاجة غلط، بس كتب لها شوية ادوية للنوم ونصحها تبعد عن التوتر. بس السؤال الحقيقي، هل فعلا كل ده مجرد توتر ولا في حاجة مرعبة مستخبية في البيت؟ لوسي قابلت إيلي، حكت لها عن بن والمشاكل اللي بينهم وعن اللي بيحصل لها بقالها فترة. إيلي خدت نفس عميق وقالت بصي، الراجل ده مش هيعرف قيمتك غير لما يحس انه ممكن يخسرك. جربت تديله شوية مسافة. بعد شوية لوسي راحت الحمام، لكن فجأة واحدة ست قربت منها. كانت نظراتها غريبة كأنها عارفة حاجة. بصوت واطي سألتها انت شفتيه؟ الراجل اللي لابس طاقية. لوسي اتجمدت في مكانها، ازاي الست دي عارفة؟ قلبها دق بسرعة، بس قبل ما ترد الست مسكت ايديها بقوة وقالت بتحذير ما تدخليش ابدا، مش هيسيبك غير لما ياخدك. ايديها كانت باردة بطريقة مرعبة ولوسي حست بالخوف بيمشي في جسمها. بعد ما خرجت حكت لإيلي عن اللي حصل. المرة دي إيلي صدقتها تماما، بل بدأت ساعتها تدور على أي حاجة تخص الراجل ده. وبعد بحث طويل لقوا قصص مشابهة على الإنترنت. ناس تانية شافته، ناس تانية مرت بنفس الكوابيس، وكل الطرق كانت بتتجه لاسم واحد، دكتور أندروز. لوسي قررت تروح له بنفسها. دخلت مكتبه اللي كان شبه مخبأ وسط أكوام من الكتب والأوراق. ريحة الورق القديم كانت مالية المكان، وقالت له أنا شفته. قالتها لوسي بصراحة وهي شايفة نظرات الدكتور اللي بقت فجأة قلقانة جدا. على مكتبه كان في كراسة رسم مفتوحة مليانة رسومات لنفس الشخص، الراجل اللي لابس الطاقية، وتحت كل رسمة مكتوب نفس الجملة، ما تدخلوش. الدكتور أندروس بصلها بتركيز وقال بصوت واطي الكيان ده بيتغذى على التوتر والخوف زي الطفيلي، بيدور على حد ضعيف متوتر وبمجرد ما يختارك مستحيل تخلصي منه بسهولة. حست برعشة بتمر في جسمها، سألت بصوت خايف يعني هو متعلق بيا فعلا؟ بس الدكتور ما ردش، كان سرحان، عينيه متجمدة وهي بتبص ورا لوسي. هيكون وقت مناسب للصلاة دلوقتي، قال لها بصوت مرعوب وهو بيتراجع خطوة لورا. لوسي حست بأنفاسها بتتقل، قلبها كان هينفجر. وفجأة لمحت انعكاس إزاز الشباك. الراجل اللي لابس الطاقية كان واقف هناك وراها مباشرة. صرخت وجرت بره المكتب بأقصى
سرعة ممكنة. وبالليل لوسي كانت نايمة بس بصوت ناعم مليان حنان نادى عليها لوسي، صوت جدتها. قامت وهي ماشية في الممر شافت ظل حد بيتحرك قدامها، مشيت وراه من غير تفكير لحد ما وصلت لباب البيت وفتحته. جدتها كانت واقفة هناك مبتسمة، نظرتها كلها حب وبتقول لها شكرا يا حبيبتي على انك سمحتي ليه يدخل. الابتسامة اتحولت لشيء بشع، ملامحها اتشوهت واتحولت لشيء مرعب. لوسي صرخت وجرت بكل قوتها جوه البيت، بس وهي بتدخل شافته واقف هناك في نص اوضة المعيشة، الراجل اللي لابس الطاقية. الضلمة بلعت كل حاجة وفجأة كل شيء اختفى. صحيت على سريرها بس جسمها مش قادر يتحرك، كانت مشلولة مش قادرة تعمل اي حاجة غير انها تحرك عينيها ببطء. الباب اتفتح وصوت خطوات تقيلة بدأ يقرب، البطانية اتسحبت من عليها لوحدها، وبعدين إحساس بحاجة بتضغط على رقبتها. كانت بتقاوم وبتحاول تتحرك، وأخيرا قدرت تفلت وتقوم مفزوعة. الصبح على الفطار لوسي بصت لبين وسألته بقلق كنت فين امبارح؟ مرجعتش البيت. بن اتضايق وعلى صوته كنت بسيب ليكي شويه مساحه زي ما طلبتي. هي حاولت تهدى، فتحت له قلبها وقالت له على الحقيقه اللي عمرها ما حكيتها قبل كده. قالت له ان زمان كانت بتشوف حاجات ووالديها كانوا بيعتقدوا انها شياطين، كانوا بيصحوها بالليل وبيوقفوها في الجنينه وبيرشوا عليها ميه مقدسه علشان يطردوا الارواح الشريره، لكن ما كانتش شياطين. عينيها دمعت وهي بتكمل، كانت حاسه بالرعب، بس الوحيد اللي خلاني احس بالامان كانت جدتي، علشان كده رحت عشت معاها. بس دلوقتي الليله اللي فاتت رجعت تاني والهجوم كان حقيقي، حتى لو ما قدرتش اشوفه بوضوح كان موجود. بن اخيرا بطل يتجاهل كلامها وبصلها بجديه، يمكن لاول مره في حياته بدا يصدقها. بس هل التصديق ده دلوقتي هيكون كفايه ولا خلاص الوقت فات؟ قررت تروح الكنيسة وتصلي، وأول ما دخلت عينها وقعت على منشور جنب الباب بيعرض المساعدة، فخدت الرقم من عليه. بعد ما خرجت قررت تتصل بالرقم، طلع يخص كاهن اسمه الأب روبرتس. في نفس الوقت لوسي كانت في الحمام، وبن قرر يقعد جنبها علشان يتأكد إنها بأمان. قال لها إنه واخد أجازة أسبوع من الشغل علشان يفضل جنبها في الفترة دي، علشان يهديها شوية. عرض عليها إنه يجيب لها شوكولاتة سخنة بالكريمة وده فرحها. نزل المطبخ يجهزها، لكن في نفس اللحظة لوسي كانت غرقانة في المية، ولما فتحت عينيها شافته راجل لابس طاقية، جسمها اتجمد ونفسها اتقطع. حاولت تطلع من المية بس مش قادرة، كانت بتكافح وتقاوم لحد ما قدرت تفلت أخيرا. في اليوم اللي بعده راحت تقابل الأب روبرتس وحكت له عن اللي حصل، وإنها حست بوجود غريب بيهاجمها بالليل. عرض عليها إنه يعمل لها جلسة روحانية علشان تهدى شوية. شكرته وكتبت له عنوانها، أو على الأقل ده اللي كانت فاكرة إنها بتكتبه. لكن الأب روبرتس لما بص في الورقة لقى كلام غريب، حروف لاتينية مكتوب فيها أنا الآن أمتلكها. عيون لوسي كانت بتلف في المكان كأنها شايفة حاجة مرعبة، وإيديها كانت بتتحرك لوحدها وهي بتكتب من غير ما تبص. وفجأة قامت بسرعة وخرجت، باين عليها خوف شديد. وصل الأب روبرتس لبيتها وهي سمحت له بالدخول، لكن بين كان متوتر مش مرتاح لوجوده. سألها الأب روبرتس أنت لسه حاسة بوجوده حواليكي؟ ردت لوسي بصوت مخيف وهي بتبص في الفراغ. عمره ما مشي، هو في كل حتة. الأب روبرتس فتح الورقة تاني وبص فيها، قلبه وقع في رجله. لوسي ما كانتش تعرف إنها كتبت كلام غريب. خرج الأب روبرتس للحظة علشان يروح الحمام، لكنه حس بحاجة مش طبيعية. الجو تقيل كأن في عينين بتراقبه. بدأ يصلي، لكن الإحساس السيء زاد أكتر وأكتر. في الوقت ده بن كان مستني لوسي تيجي السرير، لكنها اتأخرت. راح يشوفها لقاها واقفة في نص أوضة الضيوف. بصت له ببطء، وقبل ما يلحق يسألها حاجة الباب اتقفل فجأة. حاول يفتحه لكنه مقفول، وفجأة سمع صوت غريب مرعب جاي من جوه، دقات قوية على الباب. وبعد لحظات الباب اتفتح. لوسي كانت هناك، لكن كان في حاجة غلط. كانت بتجرح نفسها، ولما لاحظت وجوده صرخت وجرت ناحيته بسرعة مرعبة. وشها مليان دم، وكانت بتتكلم بلغة غريبة. بن ما كانش فاهم حاجة، لكن واضح انها مش هي. في اللحظة دي تليفون الأب روبرتس رن. بن كان على الخط، صوته مليان رعب، بيقول له لازم تيجي حالا، في حاجة غلط جدا مع لوسي. لما وصل الأب روبرتس لقى بن قاعد وهو في حالة صدمة، هدومه متبهدلة ومليانة بالدم. الأب بص له بقلق وحط أدواته على الترابيزة، الإنجيل، الصليب، ومسجل الصوت. وفجأة دقات مرعبة بدأت تيجي من فوق. تاني يوم الأب روبرتس راح للمجلس وطلب منهم يسمعوا التسجيل اللي معاه. كان عنده طلب واحد بس، لازم أعمل طرد للأرواح الشريرة للوسي. لكن ردهم كان قاطع، مستحيل، مش هنسمح لك، ده ممكن يجيب لنا مشاكل. خرج الأب روبرتس من الاجتماع وهو مش ناوي يستسلم. راح لصاحبه اللي كان وزير ديني قبل كده وحكى له عن نيته انه يعمل الطقوس حتى لو من غير إذن. طلب مساعدته لكنه رفض، كان فقد إيمانه بالإله من زمان. بس الأب روبرتس كان واثق انه هيغير رأيه، فساب له المسجل. قال له بس يسمعه يمكن يفهم قد ايه الموقف مرعب. في نفس الليله بن وإيلي راحوا يطمنوا على لوسي، بس لما إيلي دخلت اوضتها ما لقيتهاش هناك.
باب اوضه الضيوف كان مفتوح، دخلت لقيتها نايمه جوه، لكن قبل ما تمد ايديها عليها الباب اتقفل فجاه. حاولت تفتحه مفيش فايده. صوتها وصل لبن اللي جرى بسرعه علشان يساعدها، لكن فجاه ظهر الراجل ابو طاقيه قدام إيلي. جسمها اتصلب من الرعب، كانت عايزه تصرخ بس صوتها مش طالع. وفجاه لوسي صحيت بس كانت بتضحك ضحكه غريبه مخيفه. بن بصلها بحذر، حاول يقرب منها يطمنها، لكن فجاه بدات تتشنج وكحت ودم احمر غامق نزل من بقها. وفي اللحظه دي لوسي الحقيقيه فتحت عينيها، كانت في نص الغابه، بصت حواليها مش فاهمه ايه اللي بيحصل، لكن قبل ما تتحرك حست بحاجه وراها. الراجل ابو طاقيه كان هناك واقف اقرب من اي وقت فات. في البيت الاب روبرتس، بن وإيلي وصديق الاب كلهم كانوا واقفين حوالين لوسي في الاوضه. الاب روبرتس قال اللي قدامنا ده مش لوسي. لوسي بدات تتحرك، اكتشفت انها مربوطه، بصت لهم بعينين مليانه غضب بصوت مش صوتها. فكوني حالا. بدا الاب روبرتس يصلي. فجاه الصوت اللي جواها رد عليه بلغه مش بشريه، طلب من الشيطان يقول له اسمه. الجو بدا يسخن، الصليب اللي على الحيطه بدا يلف لوحده، والصديق الاب خاف وهرب من الاوضه بسرعه. ضحك الشيطان ضحكه مخيفه وقال بصوت عميق احنا كتيبه ولوسي هتتحرق. فجاه الرباط اتقطع، لوسي جرت بره الاوضه بسرعه غير طبيعيه. الاب روبرتس جرى وراها، قال لبن وإيلي اوعوا تتحركوا، المكان بقى خطير عليكم. نزل للدور اللي تحت، لقاها هناك عينيها سودا بالكامل، جسمها بيتهز والهواء حواليها كان بيخبط في كل حاجه. بدا يصرخ عليها ويقول باسم الرب سيب البنت دي فورا. بس الشيطان كان مستعد، جرى على الاب روبرتس بسرعه وقرب منه، كان خلاص هيهاجمه. لكن فجاه صوت صلاه جاي من وراهم. صديق الاب روبرتس رجع، وقف جنب الاب مسك الصليب وبدا يصلي بكل قوه. الاب روبرت اخد نفس عميق، استجمع قوته وبدا يصلي معاه. المكان كله كان بيتهز. لوسي كانت بتصرخ بصوت مش صوتها، وكل الاضواء في البيت كانت بتطفي وتنور. وفي لحظه هدوء قاتل اختفى الشيطان، وقعت لوسي على الارض. بعد ما خلص كل حاجه الاب روبرتس ركب عربيه صاحبه وبص لبيت لوسي للمره الاخيره، لكن قبل ما يحرك عينيه لمح الراجل ابو طاقيه واقف في الشباك، اتجمد في مكانه، رمش بعينه واختفى. اتحركت العربيه بعيد ولوسي كانت اخيرا نايمه بسلام. بن وإيلي جنبها، الامان رجع، او على الاقل ده اللي كلهم افتكروه. لكن في اخر لحظه في هدوء الليل صوت خافت ومرعب طالع من العدم، وواضح كده ان الشر لسه ما انتهاش. وبتخلص القصه هنا. سلام.